العوافي عليكم يا حبايبي. أنا النهاردة هقول لكم المثل بيقول إيه؟ لا تعايرني ولا عايرك، الهم طايلني وطايلك. يعني إيه معناه يا حبايبي؟ يعني أنا ما دورش أشوف في غيري عيب أعايره بيه، طب ما هو برضه هيشوف فيا عيب ويعايرني. يعني أنا لساني طويل وهو لسانه قصير، وما فيش فينا حد ما فيهوش عيب، الكمال لله. ايه حكاية المثل ده يا حبايبي؟ حكاية 2 اخوات، محمود ولواحظ. كانوا الاتنين اخوات وابوهم مات، ورثوا منه كل واحد قرشين حلوين قوي. وكانت قالوا نوسع علينا ونعمل مشروع يكبروا الفلوس. مرات محمود دي شارت عليه، قالت له شارك اخويا نجيب حبة مواشي، يعني حبة خرفان على معيز، الجنيه مع اخويا تكسبه ب10. المهم مشي ورا كلامها وشارك اخوها. وبعدين مرات محمود تسكت، شاعت بقى ان هي بقى جايبة مواشي، وان هي وتوجب الناس تفرجهم. المواشي دي جات لها فرة، بقت تسهل، واللي مات مات، والاخر باعوهم بالخسارة لجزار. وشوية قالت له لا، انا لازم نبني شقة في بيت ابويا. وفعلا بنت شقة في بيت ابوها. طب ما هي بنت الشقة لا قادر يأجرها ولا قادر يبيعها، عشان ده بيت عيلة، والقرشين اللي ورثهم راحوا. اما اخته لواحظ، جوزها بقى بلطج، ما بقاش يروح الشغل. وهاتي يا بنت اكل بط، هاتي حمام، هاتي فراخ، هاتي لبس ليا وللعيال، وينزلوا البندر يتفسحوا. وبعدين قال لها البيت صغير، نجيب بيت كبير نبيع دوت ونكبر البيت. وفعلا جابوا بيت اكبر، والفلوس راحت رخرة بتاعت لواحظ. وجاية بتشكي لاخوها وتقول له الفلوس راحت مني، عشت بيهم يومين وما طلعتش من الفلوس دي الا بالبيت الكبير اللي انا قاعدة فيه، والحالة رجعت زي الاول واسخم. قال لها ما انت وش فقر انت وجوزك، انا قلتلك ان جوزك ده ما تمشيش وراه، هيضيع اللي حيلتك واللي انت ورثتيه. فهي بصت له كده، قالت له هو جوزي بس؟ امال مراتك اللي ضيعت لك فلوسك في شوية مواشي مع اخوها، والشقة اللي انت بنيتها في بيت ابوها لا قادر تستفاد منها بحاجة؟ وبصت له كده وطبطبت على كتفه وقالت له لا تعايرني ولا عايرك، الهم طايلني وطايلك. وان عجبكم المثل بتاعنا ما تنسوناش في اللايك والشير، وتمسوا بالخير يا حبايبي.